هل ممكن رسمة واحدة تكشف لك كل أسرار البيانات؟ البوكس بلوت مش مجرد شكل بياني يا جماعة، ده أداة إحصائية بتوضح لك توزيع القيم والتشتت وحتى القيم الشاذة، كل ده من غير ما تبص أصلا في الأرقام. في الفيديو ده هنشرح مع بعض كود بسيط جدا بس مهم جدا، وهنفهم معناه سطر بسطر بطريقة مشوقة وعملية. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. بنبدأ نعمل import لثلاث مكتبات أساسية. أول حاجة النمباي دي للحسابات، السيبورن والمات بلوت لايبراري توت باي بلوت للرسم البياني، وبالذات لرسم البوكس بلوت اللي هنستخدمه النهاردة. دلوقتي بنعمل محاكاة لبيانات أطوال البتلات لثلاث أنواع من زهرة الإرس: السيتوسا، الفيرسيكولر، الفيرجينيسا. كل مجموعة بيانات بنولدها باستخدام nb.random.normal. يعني ايه nb.random.normal؟ هي دالة من دوال النمباي، بتولد لنا بيانات عشوائية بتتبع التوزيع الطبيعي أو البيل كيرف. فبتاخد عندي 3 بارامتر: المتوسط أو المين، وتاني حاجة التشتت أو الستاندرد ديفيشن، تالت حاجة عدد القيم أو السايز. يعني مثلا nb.random.normal 4.5 0.3 5. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول له اديني 5 قيم بتدور حوالين 4.5 بتشتت اكبر او اقل من 0.3. بنستخدمها علشان نحاكي بيانات حقيقية، خصوصا لما نحب نتعلم او نختبر موديل من موديلز الماشين ليرنينج. احنا هنا ما استخدمناش الداتا سيت اللي هي ايرس داتا سيت الاصلية، بس صنعناها ببيانات بتشبهها شوية. كل نوع زهرة له متوسط طول معين وانحراف معياري بيعبر عن التشتت الطبيعي حوالين المتوسط. يعني مثلا السيتوسا المتوسط 1.5، التشتت أو الستاندرد ديفيشن 0.2، عدد القيم عايزين 50 فاليو. الفيرسيكولر المتوسط 4.5، التشتت أو الستاندرد ديفيشن 0.3، عدد القيم برضو عايزين 50 values. الفيرجينيسا المتوسط 5.5، التشتت 0.4، عدد القيم برضو 50 قيمة. وكل ده بقى دمجناه في مصفوفة واحدة باستخدام nb.concatenate علشان نرسمهم مع بعض. هنا بقى بنحسب التشتت والرينج والاي كيو ار. الرينج هو الفرق بين أكبر وأصغر قيمة، الاي كيو ار الفرق بين الربع الثالث والربع الأول، وده بيدينا مساحة 50% الوسطى من البيانات. بنبدأ بقى نرسم البيانات كلها في شكل البوكس بلوت. اللون الهادي بيساعدنا برضو على القراءة وعلى قراءة الرسم بسهولة. الربع الأول Q1، الربع الثالث Q3، أقل قيمة عندي اللي هي المينيموم وأعلى قيمة هي الماكسيموم. وده بيساعد جدا في تفسير شكل البوكس بلوت للناس اللي بتشوفه لأول مرة. هنا بنضيف عنوان تسمية للمحاور بقى، والليجند بيشرح كل خط على الرسم، وفي الآخر بقى بنعرض الشكل النهائي بطريقة منظمة وجذابة. وفي النهاية قدرنا نوصل للرسم البياني ده، رسم بسيط في شكله لكنه غني جدا في معلوماته. تعالوا نبص عليه سوا ونفهمه واحدة واحدة. ازاي نقرأ البوكس بلوت؟ بص معايا كده، المستطيل اللي في النص ده هو قلب البيانات، بيمثل 50% الوسطى من Q1 لحد Q3. الخط اللي جوه المستطيل هو الميديان أو القيمة اللي في النص بالظبط. أما أطراف الخطين اللي خارج المستطيل فبتمثل أقل وأعلى قيمة في البيانات اللي هي الماكسيمم والمينيمم. طيب الخطوط اللي أضفناها، الخط اللي هو البرتقاني ده بيمثل لك Q1، الأخضر Q3، والرمادي بيمثل النهاية الصغرى والكبرى. شايفين إزاي التوزيع واضح قدامنا؟ السيتوسا القيم بتاعتها صغيرة ومتمركزة، الفيرسيكولر يعني أطول شوية من السيتوسا، الفيرجينيسيا واضحة إن هي النوع الأطول فيهم. وده بيدينا انطباع فوري بالفرق بين الأنواع حتى من غير ما نحلل كل رقم لوحده. ودي كانت قوة البوكس بلوت. في سطرين كود بس فهمنا التوزيع والتشتت والمقارنة بين 3 أنواع بشكل بصري ومنظم.
في الآخر خالص بقى بنطبع الرينج والاي كيو ار اللي حسبناهم علشان نأكدهم ونستخدم في أي تحليل بعد كده أو أي ريبورت. لو استفدت من الشرح اعمل لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيبدأوا في دراسة الإحصاء أو الماشين ليرنينج. أشوفكوا السيشن الجاي.